فيلمنا بيبدأ بأرنوبة صغيرة اسمها جودي وهي بتمثل مسرحية وبتقول لنا إن زمان الكائنات المفترسة والكائنات الأليفة كانوا أعداء، أما دلوقتي بقى أصدقاء وبيعيشوا مع بعض، وأي حيوان يقدر يكون الحاجة اللي بيتمناها، زي جودي اللي بتتمنى إنها تكون ضابط شرطة. وبعد ما بتخلص المسرحية بيقول لها باباها ومامتها إن هي تنسى موضوع الشرطة ده، لأن مفيش أرانب قبل كده دخلت الشرطة. فبتقول لهم جودي إن مفيش مشكلة إن هي تكون أول واحدة تدخل. وبتشوف في الوقت ده جودي ثعلب شرير بيتخانق مع أصحابها وعايز ياخد منهم التذاكر بتاعتهم، فبتروح لجودي وبتطلب منه إنه يرجع لهم حاجتهم. فبيستهزأ بيها الثعلب وبيقول لها إن هي ما تصدقش اللبس اللي هي لابساه، وإن كائن مفترس وممكن ياكلها عادي جدا. فبتقول له جودي إن هي مش خايفة منه، فبيوقعها على الأرض وبيعورها في وشها وبيقول لها إن العلامة دي علشان تفتكره كل ما تفكر تقف قدامه، وبيسيبها ويمشي. وبيجي في الوقت ده أصحابها بيطمنوا عليها، فبتقول لهم جودي إن هي كويسة وبتديهم التذاكر بتاعهم. وبعد مرور 15 سنة بتحقق جودي حلمها وبتدخل كلية الشرطة، وبالرغم من فشلها في كل الاختبارات في البداية لكنها بتجتهد لحد ما بتطلع الأولى على دفعتها. لكن أهلها بيكونوا قلقانين عليها لأنها تروح تخدم في مدينة بعيدة اسمها زوتروبلس، وبيقولوا لها إن المدينة دي فيها ثعالب وكائنات مفترسة زي الثعلب الشرير اللي كان بيضربها وهي صغيرة. فبتقول لهم إنه كان بيضربها بسبب شخصيته السيئة مش بسبب إن هو ثعلب، وإن في أرانب شخصيتهم سيئة زيه. وبتحاول تطمنهم إنها هتكون بخير في المدينة. فبيوريها باباها أدوات للدفاع عن النفس كتير علشان تاخدها معاها، لكنها بتقوله إن هي مش محتاجة كل ده وبتاخد منه البخاخ بس. وبتودع باباها ومامتها وبتركب القطر وبتروح المدينة، وبترحب هناك بجيرانها اللي بيعاملوها ببرود، لكنها بتفضل متفائلة وبتجهز علشان تروح شغلها. وأول ما بتروح جود المركز الشرطة بيقابلها موظف الاستقبال اللي بيكون مبسوط جدا لأنها أول أرنبة تتعين عندهم في الشرطة، وبتسأله على مكتبها فبيدلها عليه. وبتدخل جودي مكتب ضباط الشرطة اللي بيستلموا فيه مهامهم، وبيدخل القائد بتاعهم اللي بيوزع عليهم المهام وهي إيجاد الحيوانات اللي اختفت في المدينة، وبيدي لجودي مخالفات المرور. فبتقول له جودي إن هي كانت الأولى على دفعتها وعايزة تمسك قضية حقيقية، فبيقول لها إنه مش مهتم وإن هي مطلوب منها تجمع 100 مخالفة في اليوم، وبما إنها الأولى على دفعتها فده حاجة هتكون سهلة بالنسبة لها. فبتجهز جودي علشان تثبت نفسها وبتدي مخالفات لأي عربية مخالفة. وبتشوف في الوقت ده ثعلب بيتسحب وبيدخل في محل في الشارع، فبتشك في جودي وبتدخل وراه. وبتشوف الفيل اللي بيبيع آيس كريم مش راضي يبيع له، فبتهدده إن هي هتعمل له مخالفة لو ما باعش للثعلب. فبيبيع الفيل آيس كريم للثعلب وهو متضايق، ولما بيجي الثعلب علشان يحاسب ما بيلاقيش فلوس معاه، فبتحاسب له جودي. وبيشكرها الثعلب لأنها أسعدت ابنه اللي بيكون متنكر في زي فيل لأنه بيحب الفيلة. وبعدها بتسيبهم جودي وبتمشي. وبتكتشف بعدها جودي إن الثعلب ضحك عليها، وإنه بياخد الآيس كريم الكبير وبيسيحه وبيعمل منه آيس كريم صغير وبيبيعها للناس وبياخد منهم فلوس أكتر. ولما بتواجهه جودي بيقول لها إن دي طبيعة المدينة ولأنها جديدة لسه ما تعرفش حاجة، وإن كل الناس أول ما بتيجي المدينة بيكون فاكرين إن هم يحققوا طموحاتهم وإن المدينة هنا كلها عايشة في سلام، لكن كل ده مش حقيقة. وبيقول لها إن هي كمان مش ممكن تكون شرطية زي ما بتحلم. وبترجع بعدها جودي البيت وهي حزينة وبتكلم أهلها وبتطمنهم عليها، لكنها ما بتقولهمش عن أي حاجة حصلت معاها. وبتروح تاني يوم الشغل بتاعها وبيكون الحيوانات متضايقين منها بسبب المخالفات اللي بتديها لهم. وفجأة بيظهر لها حيوان وبيقول لها إنه اتسرق، فبتجري جودي ورا الحرامي وبتقدر تمسكه. وبالرغم من كده بيزعق لها الرئيس بتاعها وبيقول لها إن هي مش مطالبة تمسك حرامية وإن مهمتها المخالفات وبس. لكن جودي بتعترض وبتقول إن هي قدرت تمسك حرامي محدش قدر يمسكه. وفي الوقت ده بيدخل لهم موظف الاستقبال اللي بيقول لهم إن في واحدة عايزة تقابل القائد، وبتدخل عليهم وبتقول لهم إن جوزها مختفي بقاله فترة وإن هي مش عارفة مكانه. وبتترجى القائد إن هم يدوروا عليه، لكن القائد بيقول لها إن قوات الشرطة كلها مشغولة دلوقتي وهيدوروا عليه بعدين. لكن جودي بتقول لها إن هي هترجع لها جوزها، فبتشكرها الست وبتوريها صورة جوزها اللي اسمه كندستون وبتطلب منها إن هي ترجعه لها بسرعة. وبتقول لها إنه شغال بياع زهور بسيط وأكيد اتخطف. وفي الوقت ده بيعترض القائد على كلام جودي لكنها بتحاول تقنعه، فبيوافق وبيقول لها إنه قدامها 48 ساعة بس علشان تلاقيه، ولو ما لقتهوش تقدم استقالتها. فبتوافق جودي وبتروح تمسك ملف القضية علشان تدور على أي حاجة، لكنها ما بتلاقيش ولا أدلة ولا شهود. لكن فجأة بتشوف آخر مكان موجود فيه وبتشوفه وهو ماسك الآيس كريمة اللي بيبيعها الثعلب. فبتروح جودي علشان تستجوب الثعلب لكنه بيرفض إنه يتعاون معاها، فبتهدده بالسجن بسبب التهرب الضريبي لأنه بيكسب فلوس كتير جدا وهو بيدفعش. لكنه بيقول لها إنه هيكذبها، لكنها بتوري له مسجل سجلت فيه اعتراف إنه بيكسب فلوس كتير، فبيضطر يساعدها وبيوديها لآخر مكان شاف فيه كندستون. وبتقابلهم موظفة الاستقبال اللي بتقول لهم إن مدربة اليوجا اللي هي الفيلة هي اللي هتساعدهم. وبيروح للفيلة اللي بتقول لهم إنه ركب عربية، وبتاخد جودي نمر العربية وبتطلب من الثعلب يلاقيها. فبيوافق الثعلب وبيروحوا هما الاتنين لصديق ليه اسمه فلاش واللي بيقول لهم على مكان العربية. فبيروحوا هما الاتنين وبيلاقوا العربية موجودة في جراج مقفول. وبيقول لها الثعلب إن مهمته كده خلصت لأن معهاش إذن قضائي بدخول المكان، وبيطلب منها ترجع له التسجيل بتاعه.
بتاعه، لكنها بتقنعه انه يعدوا من فوق السور. وفعلا بيدخلوا العربيه وبيفتشوها وبيلاقوا فيها فرو دب قطبي وكوبايات عصير وسيديهات اغاني وخرابيش موجوده في كل مكان. فبيخاف الثعلب وبيقول لها ان اكيد العربيه دي لاكبر مجرم في المدينه واللي هو السيد بيج، وبيقول لها ان السيد بيج ما بيحبوش. وفي الوقت ده بيظهر لهم دبين قطبيين وبيكتفوهم وبياخدوهم للسيد بيج. فبتساله جودي هو عمل ايه علشان السيد بيج يكرهه كده، فبيقول لها انه باع له سجاده غاليه لكنها مضروبه علشان كده ما بيحبوهوش. واول ما بيوصلوا بيتضايق السيد بيج لما بيشوف الثعلب قدامه لانه وثق فيه وهو ضحك عليه. وتعرفوا جودي على نفسها بكل شجاعه وبتقول له ان هي شغاله في الشرطه وشغاله على قضيه الحيوانات المختفيه. فبيأمر السيد بيج الحراس بتاعه انهم يحطوهم في مكان للتجميد. وفي الوقت ده بتدخل بنت السيد بيج اللي بيكون النهارده فرحها وبتتعرف على جودي وبتقول لباباها ان جودي انقذتها قبل كده في الشارع. فبيقرر السيد بيج انه يساعدها علشان خاطر بنته. بيقول لها انه كان طالب ورد من كندستون علشان فرح بنته، لكن لما رجع له كان متوحش جدا وكمان بهدل له العربيه وعور السائق. وبتروح جودي للسائق اللي كان بيتكلم معاهم بكل هدوء لكن فجاه تحول لحيوان مفترس. وبتجري جودي والثعلب وبيطلبوا الدعم من الشرطه. ولما بتجيلهم الشرطه بتقول جودي للقائد ان ده مش مجرد اختفاء عادي للحيوانات، لكن الحيوانات بتتحول لحيوانات مفترسه ولازم يعرفوا السبب ورا ده. لكن القائد ما بيصدقهاش وبيقول لها ان المدينه ما عادش فيها حيوانات مفترسه. بيطلب منها ان هي تقدم الشاره بتاعتها لانها كده فشلت في مهمتها. لكن الثعلب بيتدخل وبيقول له ان جودي فاضل لها 10 ساعات على المده المحدده ليها وبياخدها وبيمشي. وبتشكره وقتها جودي. فبيحكي لها الثعلب وبيقول لها انه هو صغير كان نفسه ينضم لفريق الكشافه وفعلا انضم ليهم لكنهم طردوه وده لانه ثعلب. وبيقول لها ما يسمحش لحد ابدا يشكك في حلمها او يحبطها بسبب ان هي ارنبه. وبيوعدها انه هيساعدها لحد النهايه. وبيروحوا علشان يشوفوا كاميرات المراقبه بتاع المكان وبيلاقوا 2 من الذئاب خطفوا السائق اللي كانوا بيستجوبوه. فبتقول جودي ان اكيد الذئاب دي هي اللي خطفت السيد كندستون. وبيتابعوا خط سير العربيه اللي بتوصل لمستشفى مهجوره. وبتدخل جودي والثعلب المكان وبيشوفوا حيوانات كتير محبوسه في اقفاص جوه وبيكونوا ال 14 حيوان اللي مختفيين من المدينه. وفجاه بيهجم عليهم حيوان وبيسمعوا في الوقت ده صوت فبيستخبوا بسرعه علشان ما يتكشفوش. وبتتفاجئ جودي بعمده المدينه ودكتوره بتقول له ان الكائنات المفترسه بس هي اللي بتتحول لوحوش وغالبا ده بسبب التركيب الجيني بتاعهم وانه لازم يطلع يعرف اهل المدينه بالكلام ده. لكن العمده بيرفض وبيقول لها انه اسد وانه لو اهل المدينه عرفوا هيتشال من المنصب بتاعه. فبتبلغ جودي الشرطه بكل اللي حصل وبيتم انقاذ الحيوانات وكمان بيتم القبض على العمده. وبتطلع جودي في مؤتمر صحفي وبترد على اسئله الصحفيين وبتقول لهم ان التركيب الجيني للحيوانات المفترسه هم اللي بيخلوهم يرجعوا يكونوا مفترسين تاني وده بيخلي كل سكان المدينه يخافوا من الحيوانات المفترسه. والثعلب بيرفض ان هو يساعدها بعد كده وبيسيبها ويمشي. حتى موظف الاستقبال اللي كان بيحب جودي وقابلها اول ما جت للشرطه نقلوا له السجلات تحت علشان ما يكونش اول حد الناس تشوفه ويخافوا منه وده بسبب تصريحات جودي عن الحيوانات المفترسه وهو مفترس. بتروح جودي للقائد بتاعها وبتقوله ان كان نفسها تعمل حاجه كويسه في المدينه لكن واضح كده ان هي بوظت الدنيا وبتستقيل وبترجع بلدها تاني وبتبيع جزر لكنها بتكون حزينه ومحبطه. فبيحاول باباها ومامتها يفرحوها وبيقولوا لها ان بسببها الثعلب الشرير اللي ضربها وهي صغيره بقى اشهر طاهي معجنات في القريه وكمان بقوا بيشتغلوا معاه وما عادوش بيخافوا منه زي الاول. وبيوصل الثعلب في الوقت ده وبيشكر جودي لانه اتغير بسببها وبيقدم لها فطاير من اللي هو صنعها. وفي الوقت ده بيقرب شويه اطفال من زهره معينه لكنهم بيبعدوهم. وبتقول مامة جودي لجودي ان الزهره دي بتبعد الحشرات لكن لما حد بياكلها بيتوحش وبيتصرف بطريقه غريبه. فبتعرف جودي ان ده سبب توحش الحيوانات في المدينه. وبتركب العربيه بسرعه بعد ما بتاخد المفتاح من باباها وبتروح المدينه. وبتروح جودي للثعلب وبتعتذر له وبتطلب منه انه يساعدها وانها عرفت ان الزهور هي سبب في توحش الحيوانات. فبيسامحها الثعلب بعد ما بتعيط. وبتاخد جودي الثعلب وبيروحوا للحرامي اللي قبضت عليه اول يوم في الشرطه وبتساله عن سبب سرقته للزهور السامه. فبيقول لها انه مش هيعترف لها باي حاجه. فبتاخده جودي وبتروح للسيد بيج اللي بيهدده انه هيجمده. فبيخاف منهم وبيعترف لهم ان باع الزهور دي لخروف عدواني اسمه دوج. فبتاخد جودي الثعلب وبيروحوا المكان دوج واللي بيكون عباره عن قطر بيجهز فيه حقن من الزهور وبيحقن بيها الحيوانات فتتحول لكائنات مفترسه. فبيقرروا ياخدوا القطر بكل محتوياته لحد الشرطه كدليل لكن دوج بيهاجمهم فبيولع القطر بس بيكون الثعلب خد دليل تاني ما بيكونش ولع مع القطر. وبتروح جودي والثعلب وبيقابلوا العمده الجديده اللي بتكون عايزه تاخد منهم الشنطه بتاع الدليل لكن جودي بترفض وبتقول لها ان هي هتوديها للشرطه بنفسها. بتجري منها لكن العمده بتأمر الحراس بتاعها ان هم يجروا وراهم. وبعدها بيوقعوا جودي والثعلب في حفره وبتضرب العمده الثعلب بالماده السامه دي فبيتحول الثعلب لمفترس وبيبدا يهاجم جودي. وبتقول العمده لجودي ان هي سبب في كل اللي حصل في المدينه لكنها بتتفاجئ ان جودي كانت بتسجل لها كل اللي هي قالته وان الحقنه اللي ضربتها في الثعلب عباره عن توت ازرق. وبتيجي في الوقت ده الشرطه اللي بتقبض على العمده الجديد وبترجع العمده القديم لمنصبه تاني
وبيتم تكريم وترقية جودي، والثعلب بينضم للشرطة، وبترجع كل الحيوانات تعيش في المدينة في سلام مع بعض تاني. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. ما تنسوش تعملونا لايك وسبسكرايب وتقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. سلام.